أميمة بنت صغيرة كتقرا في المدرسة بحال أي طفلة عادية. عزيز عليها الرياضة والحلم ديالها أنها تكون محامية. واحد النهار رجعت من المدرسة ولقات والديها مضيفين راجل غريب وقالوا ليها هذا هو العريس ديالك. رفضات أميمة الزواج حيت مازال صغيرة وعندها أحلام وطموح كبار، ولكن والديها بزوا عليها وقنعوها بلي أهم حاجة في الحياة هي الزواج وتكوين أسرة. الليلة اللي كيحلموا بها أغلب البنات كانت بالنسبة لها عنف جسدي ونفسي اللي وصل لحد الاغتصاب. صدمة ما وقفاتش هنا، حملات أميمة وهي ما عارفاش شنو واقع في الجسد ديالها، وكتر من هكا كانت غادي تفقد حياتها بسبب الولادة ديالها اللي كانت صعيبة. أميمة وردة بدات كتدبل، حياتها تختزلات في الشقة، طياب، تربية ديال الولاد وتقابل راجلها اللي سمح فيها من بعد ما ولدت الولد الثاني. طلقات ورجعت لدارهم بزوج ولاد وهي باقا في عمرها 17 عام. انتظرت تلقى وترجع لطفولتها، ولكن ماشي هاد الشيء اللي وقع. اش كدير هنا؟ شكون اللي يصرف لها على الجوج؟ تمشي لدار راجلها. ما يمكن هذيك راه مطلقه مزيان، ترى عندها جوج ولاد اصاحبي. هاد الهضرة كتسمعها من نهار رجعت لدارهم، قهراتها وبسببها قررت تخرج لمصير مجهول. أميمة دابا شنو غدير؟ تمشي للدعارة ولا تخدم في الديور اللي جات كرفس عليها؟ كون كملت غير قرايتها كيفاش غادي يعيش ولادها في هاد الظروف؟ شنو غادي يوليو ملي غادي يكبروا في تهميش وظروف المعيشة الصعيبة؟ هادو أسئلة كيطرحهم أي شخص عارف قصة أميمة. ولكن في نفس الوقت أشنو كان ممكن يوقع كون أميمة ما تزوجاتش وكملات قرايتها؟ كانت غادي تحقق أحلامها، تختار مع من بغات تعيش، ويكونوا فرص نجاح زواجها عن وعي وقناعة. وحتى إلا تفرقت مع راجلها غادي تكون قادرة ومنتجة في المجتمع حيت كملات قرايتها وغادي تكون قادة براسها. أميمة هي وحدة من بين العديد من الفتيات اللي كانوا ضحية ديال زواج القاصرات اللي وصل العدد ديالهم أكثر من 319,177 ما بين 2009 و 2018. والسبب هو انعدام نص قانوني صريح اللي كيمنع تزويج القاصرات أقل من 18 سنة وكيعاقب الأسر اللي كيضغطوا على بناتهم وكيدفعوهم يتزوجوا في سن مبكر. حسب دراسة اللي قامت بها الجمعية سنة 2019 10.79% من القاصرات كيتزوجوا غير بالفتحة على الصعيد الوطني أو لا بكونترا، عقد تجاري زعما، ولا حتى بالرهين. الفراغ القانوني بمدونة الأسرة كيبان في السلطة التقديرية للقاضي اللي كيعطي الإيد لتزويج القاصر حسب الهيئة البدنية ناسي الجانب النفسي والجنسي. ولهذا السبب كتعتبر جمعية حقوق وعدالة زويج القاصرات هو بمثابة استغلال جنسي وبيدوفيليا مقننة لازم تجريمها في إطار القانون 27/14 للاتجار بالبشر في المغرب. كما رفعت العديد من التوصيات وأبرزها منع وتجريم زواج القاصرات أقل من 18 سنة، ضمان تعليم إجباري للفتيات والفتيان في المناطق القروية والحضرية، ضمان النقل بالنسبة اللي كيعيشوا بعيد على دراستهم، تفعيل حملات تحسيسية وإخبارية للعموم بجميع اللهجات حول إشكالية تزويج القاصرات. مستقبل وأحلام أميمة تهرسوا كاملين بسبب خطأ ارتكبته أسرتها. أي طفل وأي طفلة المكان الأصلي ديالهم هو المدرسة، ولازم نوقفوا كاملين ضد هاد الظاهرة. نرجعوا حق الطفلات اللي من حقهم يختاروا ويعيشوا الحياة اللي بغاو، حيت أميمة طفلة ماشي زوجة.